حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة يعتبر نموذجا شاذا وسط شباب مجتمعنا. هو نموذج للانحراف، نبت غريب لا بد أن يتطهر المجتمع منه. إن جريمته النكراء وانحرافه ووسيلته البشعة في ارتكاب الجريمة واستغلاله للضحية لتدعونا جميعا ألا تأخذنا به شفقة ولا رحمة. إن عادل عزام شاب وفنان موسيقي، شبابه وموهبته كان كفيلين بأن يحققا له آمالا مرموقة في المستقبل، لكنه تعجل الثراء فاستغل شبابه للتأثير على الضحية المسكينة. إن شباب المتهم يجب ألا يؤثر في حكمنا عليه، كما لم تؤثر كهولة الضحية عليه لحظة ارتكابه الجريمة. لم يكن لحاسته الفنية أدنى تأثير على نوازعه الإجرامية الأصيلة، فارتكب جريمته دون أن يتردد أو يهتز. إن جريمة 12 من أكتوبر سنة 1970 التي راحت ضحيتها القتيلة فتحية عوض عبد الجليل على يد القاتل عادل عزام لتوضح لعدالة المحكمة بالدليل الكامل ثبوت أركان التعمد الجنائي وسبق الإصرار مع نية السرقة المقرونة بالعنف، مما يدعونا إلى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم، ألا وهي عقوبة الإعدام تطبيقا المحكمة حضوريا بإحالة أوراق المتهم عادل عزام إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم لجلسة 25 مايو سنة 1971. رفعت الجلسة. كله تمام، اطلع. جلسة النهارده كانت مهببة، كله خد أحكام ومفيش حد خد براءة. عايز ايه؟ انت مش عارف اني واخد حكم بالاعدام؟ عايز ابص على الدنيا لاخر مره. ممنوع، محدش قال لك اقتل. بريء، والله انا بريء. بقالي 15 سنة في الشغلة دي، عمري ما سمعت واحد متهم بيقول انا مذنب، الا كله بريء بريء. يا شاويش خليه يبص بصه من ايه يا خور؟ هو يعني هيفك منك؟ ولا كلمة. اعوذ بالله. ولا يهمك يا ابن الناس، المحكوم عليه بالاعدام بيسالوه نفسك في ايه؟ يبقى اقول لهم نفسك فسح. مستحيل عادل ابن عمتي يكون قاتل، مستحيل يتشنق. أنا متأكدة إنه بريء. دي إرادة ربنا. عمر إرادة ربنا ما بتظلم بني آدم. عادل لا يمكن يكون قاتل. طول عمري عايش في وسط القضايا والتحقيقات، عمري ما خفت من قضية إلا من قضية النهاردة، مع إنها عادية جدا. كنت خايف المتهم يفلت منك؟ مش يفلت مني، أنا كنت خايف لا يفلت من العدالة. وطبعا كسبت الجولة. يا ترى الحكم إيه؟ إعدام. لا، مش ممكن يكون خد إعدام. إيه يا أمان؟ مالك؟ واحد قتل وخد إعدام. أشك إنه يكون قتل. ما دي كانت مشكلتي، الناس متعاطفة مع عادل عزام وبتحبه، خصوصا الشباب. معلش يا أمان، أنا عارفك رومانسية زيادة عن اللزوم. مش قادرة أتصور إن فنان زيه ممكن يقتل. هو صحيح فنان ووسيم، ومش باين عليه أبدا ملامح الإجرام، لكن لو كنت شفت الست اللي قتلها والحالة اللي كانت عليها، كنت انت اللي قتلتيه قبل ما يوصل حبل المشنقة. وقتلها ليه؟ عشان يسرق فلوسها، يبقى شخص منحل.
انت تعرفيه يا اماني؟ لا، لكن سمعت عنه، ومرة عزف عندنا في حفلة في الكلية. يا اخوانا حد يبلغ مديرية الامن، الخوف لا يكون حد من المساجين هرب. يا اسطى، مش نازل مصر؟ ايوه. طب ما تاخدني معاك. اركب ورا. تشكر يا اسطى. العفو. إشارة عاجلة. هروب سجين محكوم عليه بالإعدام. الاسم عادل عزام. الرجاء إبلاغ السيد مدير الأمن. تمام يا بيه. ايوه يا فندم. عادل عزام. ايوه يا فندم. الاوصاف. بطلع. في مسجون هرب من دلوقتي ورايح، لازم نفتش كل عربيه. المسجون اللي هرب ده لازم نقبض عليه في خلال ساعة أو 2 من دلوقتي. هو ملوش حتة تانية غير القاهرة يقدر يهرب فيها. طمن يا فندم، هنوصل له بسرعة جدا. احنا عارفين الأماكن اللي ممكن يلجأ إليها. ما هي دي المشكلة. أيوة. أنت ناس إنه موسيقار وله جمهور وناس كتير بتتعاطف وياه وممكن يخبوه. طمن يا فندم، هنعمل كل جهدنا، وقبل ما يطلع النهار هيكون مقبوض عليه. إشارة عاجلة. هروب سجين محكوم عليه بالإعدام. الاسم عادل عزام. الطول 182 سم. لون البشرة قمحي. الشعر أشقر حول. يا ترى مين؟ اقوم اشوف. عادل. حمدي يا صاحبي. سلوى بنت خالي، انا ما قتلتش، صدقوني مفيش وقت. مش ممكن استنى هنا اكتر من دقيقه ودقيقتين. سلوى هاتي لي الهدوم اللي عندك بسرعه. انت هربت يا عادل؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. بعدين اقول لك على كل حاجه. محسنة، اتأخرنا، بسرعة شوية. طيب يا حازم. ماني ماني. الله، مالك؟ لسه ما لبستيش؟ مش ناوي تيجي معانا السينما ولا ايه؟
معلش يا ابي، روحوا انتوا، هقعد اذاكر شويه. يا ترى ناوي تذاكر في ضوء القمر؟ ابدا. اصلك ايه؟ في حاجه مضايقاكي؟ مفيش، انا بس مستنيه تخرجوا عشان اقعد اذاكر شويه. انت عارف الامتحانات قربت. اوعي تكون حكايه الواد عادل لسه مأثره فيكي وعشان كده متضايقه. اذا كنت حضرتك متضايق ابقى انا متضايقه. اماني، بكره لما تخرجي وتشتغلي هتفهمي ان مهمه الانسان شيء وحياته شيء تاني. يمكن عادل ده بالنسبه لك يكون انسان بيواجه الموت، لكن بالنسبه لي انا قاتل مجرم لازم ياخد جزاءه. المهم ضميري يكون مرتاح، وانا ضميري مرتاح يا اماني. ولا انت ما عندك الثقه في ابيه؟ يلا يا حازم انا جاهزه. الله، يعني ما لبستيش يا اماني؟ انت مش جايه معانا ولا ايه؟ لا، اماني هتقعد تذاكر. يلا بينا احنا. باي باي يا حبيبتي. عاوز فلوس يا حمدي ويستحسن فك. هات يا سلوى. هتعمل ايه يا عادل؟ مش هرجع السجن تاني، واذا مت فلازم اموت بعيد عن حبل المشنقه لاني بريء. خد يا عادل. تشك. عادل طمني، رايح فين وهتعمل ايه؟ انا رايح مكان امين جدا، البوليس لا يمكن يخطر على باله ان اكون هناك، ومش هخرج من هناك الا وانا بريء. تاكسي مدينة المهندسين يا اسطى. فين؟ في مدينة المهندسين. لما نوصل هناك هقول لك. مساء الخير. مساء النور. حازم بيه موجود؟ مين انت؟ تقدري تعتبريني مش غريب. انا صاحب حازم بيه. انا عادل عزام اللي سلمه لحبل المشنقه النهارده الصبح. من فضلك مفيش داعي للخوف، وبرضه مفيش داعي للشوشره. مش مصدقه انك تكون هو. هربت. من فضلك انا هنا لوحدي وما. انت خايفه كده ليه؟ انا مش خايفه. انا بقى اللي خايف. مش خايف وبس، انا مرعوب كمان. انت ناسيه اني انسان مطارد. انت اسمك ايه؟ اماني. انت قريبه الاستاذ حازم؟ اخته. سبحان الله، اللي يشوف اخوك وهو بيترافع في المحكمه لا يمكن يتصور انه يكون له اخت رقيقه زيك. هو سعادته فين؟ أبي في السينما. في السينما؟ غريبة. الصبح يسلم بني آدم روح خلقها ربنا لحبل المشنقة، وبالليل يروح السينما. ومش بعيد يكون فيلم كوميدي. لو سمحت، وجودك هنا خطر عليا وعليك. أرجوك تقدر ظروفي. أنسة، أرجوكي ما تخافيش مني. أنا مش إنسان شرير ومش ممكن أعمل حاجة وحشة. أنا ممكن أسمعك مزيكا لو عاوزة.
انت مش برضه بتحبي المزيكا؟ عجبك الفيلم؟ عجبتني سعاد حسني، فاهمة قوي البنت دي. تحبي نروح على طول ولا نتمشى شويه بالعربيه؟ نتمشى شوية، احنا نادر لما بنخرج، دي فرصة. خلاص يا ستي، وانا كمان نفسي اتمشى شويه. لكن قولي لي يا انسه، الاستاذ في السينما هو والمدام، وانت بقى سهرانه بتعملي ايه؟ كنت بذاكر. انت طالبه فين؟ ثانوي ولا جامعه؟ كلية الآداب. عظيم. في قسم ايه؟ فلسفة. الفلسفه والقانون في بيت واحد. متهيألي ميعاد خروج السينما فات، الاستاذ اتاخر قوي. جايز الفيلم طويل. اه. ما فيش عندكم شاي؟ عايز شاي؟ ايوه. حاضر. بس من فضلك خليك عاقله زي ما انت عاقله كده، مفيش داعي للشوشره علشان ما تحصلش حاجه غلط. صدقني مش هعمل حاجة غير الشاي. مصدقك. أصلها وقعت غصب عني. ده مسدس اخوكي. انا انسان محظوظ، شخص مطارد ومهدد، محتاج سلاح زي ده. أرجوك بلاش تهور، رجع المسدس ده مطرحه. أنسة، رغم إننا في زمن كله تهور، لكن كده أنا لا يمكن أتهور. الست اللي أنت قتلتها وسرقت فلوسها تهور. أنا لا قتلت ولا سرقت. هروبك من السجن تهور. أنا ما هربتش من السجن، أنا هربت من حبل المشنقة، من الموت، يعني عين العقل، وبريء. والأدلة؟ عارف إن الأدلة كلها ضدي. أصلي كنت عند المرحومة قبل ما تتقتل. كنت عندها ليه؟
انا ناسي انك اخت وكيل نيابه ولازم تسالي. ما هي عدوى. ارجوك جاوبني، كنت عندها ليه؟ كانت صاحبتي. هي القتيله كان عندها كام سنه؟ حوالي 52 سنه، بس السن ما كانش باين عليها. كانت غنيه وعامله عمليه شد جلد وعايشه في طرف. عايز اعرف يعني ايه صاحبتك؟ ارجوكي ارجوكي بلاش احراج من فضلك. انا ما كنتش مصدقه زي كل الناس انك ممكن تقتل، لكن دلوقتي متاكده انك انت اللي قتلت. يا سلام، ليه وازاي؟ لما شاب زيك يصاحب واحده قد امه عشان تصرف عليه يبقى انسان خسيس، والانسان الخسيس ممكن يعمل اي حاجه، حتى القتل كمان. انت كده قلبتيها جد قوي. ما هي جد من الاول. يا انسه، الحكم على الناس مش بالسهوله والبساطه اللي بتتكلمي بيها. انا معاكي ان ده تصرف وحش، لكن لما واحده ست تصرف عليا احسن ما اقلب حرامي. يا انسه، انا متخرج من نفس الكليه اللي انت فيها سنه 64. لما تعينت كان مرتبي 17 جنيه. يعملوا ايه الشاب زيي؟ لازم ياكل ويلبس ويسكن ويتفسح. لو كل فول وطعميه طول الشهر ال 17 جنيه مش هيكفوا. اشربي الشاي. كان عندي امل اكسب من الفن، من المزيكا اللي بحبها، لكن يظهر ان الفنان الحقيقي ملوش فرصه. الفرصه للبكاشين والقرعجيه وشراء للاعداد. اشربي الشاي. يا ريت تصدقي ان المرحومه اللي اتقتلت كانت بتسلفني فلوس مش اكتر. لازم ابله وابيه، الظاهر نزلوا ونسيوا المفتاح. طب افتحي ارجوكي، من غير اي ازعاج او شوشره. ايه يا امان، انت كنتي نايمه؟ لا، اصل في ايه؟ مرتبكه كده ليه؟ مالك يا اماني؟ كنت بذاكر في مكتبي ولا ايه؟ في واحد عايزك جوه مكتبك يا ابي. واحد؟ انت؟ ايوه. مين ده يا حازم؟ اهدي يا مدام، المساله بسيطه وهتعرفي انا مين. قول لها انا مين. ده عادل عزام اللي اتحكم عليه بالاعدام النهارده. انت بخير يا اماني؟ يا مدام، يا ست هانم، لازم تعرفي اني بني ادم بشر مش حيوان، يعني لازم تكون بخير. انت هربت ازاي؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. وعرفت بيت ازاي؟ خدت العنوان من دليل التليفون. وعايز مني ايه؟ في حساب لازم اصفيه معاك. ابي انت مالكش حساب معايا، ولازم تسلم نفسك للبوليس عشان مصلحتك. اسلم نفسي للبوليس؟ مصلحتي فين لما اسلم نفسي؟ هناك الموت يا حضرة رئيس النيابة. مدام، احنا لغاية دلوقتي ظراف مع بعض وانا مش ناوي على شر، فبلاش حد يدفعني ليه. انا واخد حكم بالاعدام وهموت مرة واحدة حتى لو قتلتكم كلكم. فارجوكي. محسنة، خليكي مكانك وخلي اعصابك هادية. فهمني يا ابني، انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز اقول لك انك مش اكتر من خطيب ممتاز. خطبت خطبة حلوة قدام هيئة المحكمة وقتلتني بيها وانا بريء. الادلة، العدالة عايزة ادلة. عمر العدالة ما تتحقق الا بادلة وبراهين، وانت الادلة كلها ضدك. بريء بريء. ما عندكش دليل واحد على انك بريء. عندي الدليل وانت مش عاوز تصدقه. قلته في المحكمة، انت حولته لدليل ضدي وهو حقيقي. عشان دليل اهبل. تقول انك لحظة وقوع الجريمة كنت مع واحدة ست ما تعرفش هي مين، وفي بيت انتش عارف هو فين. دي الحقيقة ولازم تصدقني. انا خرجت من عند القتيلة الساعة 10 بالليل.
ورحت الكباريه اللي بشتغل فيه. ليتا ليتا يا حياتي، ليتا ليتا يا ليتا يا نور عيني، ده انا بحبك واسألي قلبك، ده انا بحبك واسألي قلبك، هو يقولك يا ليتا. بحبك واسألي قلبك، ده انا بحبك واسألي قلبك، هو يقولك يا ليتا. انت راكنه عربيتك فين يا دوريا هانم؟ لقدام شوية. طيب نستنى نمشي ورا بعض. لا الحكاية مش مستاهلة. طب مع أخبارك؟ السلامة. مع السلامة. ما انت عارف انا بحب اسوق على مهلي. طب تصبح على خير. أروار. شيء ظريف النهارده كل حاجه. ميرسي يا رفعت. لا كان كله حلو بصراحه. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. سلام. باي باي. انا ايوه. اي خدمه. انت مش نازل البلد؟ ايوه. خلاص اوصلك. اكون شاكر فضلك. مستني ايه؟ ما تركب. قوي. هو حضرتك فنانة؟ مش باين عليكي. أصلك لو كنت فنانة كنت عرفتك. على فكرة انت كنت هايل وانت بتعزف الليل. هو حضرتك شفتيني؟ ايوه. انت ما خدتش بالك مني ولا ايه؟ في الحقيقة لأ. هو حضرتك كنت سهرانة لوحدك؟ لوحدي ومش لوحدي. اصل الست لما يكون جوزها مشغول او متجوز واحدة تانية تفتكر تعمل ايه لما تحب تسهر؟ في حالة زي دي يبقى صح إنها تسهر لوحدها. هو حضرتك متجوزة؟ ايوه. وحضرته مشغول ولا متجوز واحدة تانية؟ الاتنين. برضه صح. اسم حضرتك ايه؟ مش مهم. يبقى كله صح. تعال. حاضر. ايه رأيك؟ حلو قوي قوي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضلي. يا خبر. ادي الناس اللي عايشة، لكن احنا غلابة ولاد كلب كمان. تعال. على البلد يا اسطى.
شيراتون. بعد اذنك يا مول. ما هو لازم تمون طبعا. امال هتمشي العربيه على لحم بطنها؟ انا خرجت من عند الست دي حوالي الساعه 6 الصبح. تقرير الطبيب الشرعي قال ان المرحومه اتقتلت الساعه 3:30 الصبح، يعني وانا في عز المعمعه. كفايه، انت شخص منحل. مش شايف ان في مدام وانسه قدامك؟ مش منحل، دي حياتي. كلام فارغ. مين الست دي؟ اسمها مجهول وعنوانها مجهول. عنوانها مش مجهول. انا صحيح مش عارف اسم الشارع ولا في اي منطقه في مصر الجديده، لكن ممكن اقلب مصر الجديده شارع لغايه لما اقطع الفيلا. طب سلم نفسك وانا خليك تدور على مكان الست المجهوله دي. انا مش هسلم نفسي. اسمع يا حضرة رئيس النيابه، انت بتقول الادله، انا بقدم لك دليل قاطع على اني بريء. مش عاوز تساعدني ليه؟ اي تصرف فيها معاك يبقى غير قانوني. والعداله، انت مش تهمك العداله؟ مش تهمك بصفتك انسان؟ أبي، ايوه يا اماني. إيه المانع إنك تسيبه يدور على الفيلا اللي بيقول عليها؟ انا مش ماسك فيه. يخرج يدور. اخرج ادور؟ دي نكته يا حضرة رئيس النيابه. كل عسكري وظابط وامين شرطه في مصر كلها بيدور عليا. انا مش هخرج خطوه واحده لو انت معايا. افرض ما عرفتش توصل للفيلا، يبقى هسلم نفسي وضميري مستريح. افرض وصلنا للفيلا والست اللي انت تقول عليها دي انكرت، في حاله زي دي برضه هسلم نفسي. مش جايز تكون الست دي منحله زيك؟ مش بعيد انك تعرفها وتكون صاحبتك. أبي، يا حضرة رئيس النيابه، فين ذكائك؟ لو عاوز تطلعني براءه، ايه اللي كان هيخليها تستنى لغايه لما يتحكم عليا؟ ما كانت شهدت من اول جلسه وكان زماني بره. صدقني الست دي لا تعرفني ولا اعرفها، وزي ما حكيت لك. أبي حازم، طيب مفيش مانع من المحاوله. انا ميت، والامل الوحيد ان استرد حياتي هو ثقتي فيك وفي العداله اللي انت من رجالتها. مسدسك اهو. وانا اهو قدامك اعزل، يعني تحت رحمتك، وقلت الحقيقه. يلا بينا. حازم، مستحيل تعمل كده، دي مسؤولية كبيرة عليك. انا متحمل مسؤوليه كل اللي هيحصل. انا اللي يهمني تحقيق العداله. ما اقدرش اتحمل مسؤوليه ظلم بريء، لا في الدنيا ولا في الاخره. يلا. مش فاكره اي علامه في الشارع؟ على نصيته محطه بنزين. محطات البنزين ما هي كتير. بس انا مش ممكن اتوه عن المحطه دي. يبقى ندور. هي دي؟ لا مش هي. يبقى ندور تاني. انا اسف يا حازم بيه. انا لسه ما يستش. هي دي المحطه يا حازم بيه، والشارع من هنا. اوعى تكون غلطان، مش عاوزين نورط نفسنا. انا ناقص يا حازم بيه. بس هي دي الفيلا. متاكد؟ الا متاكد. ده انا هقول لك جوه منها ايه. اول ما تدخل هتلاقي صالون في المدخل لونه زيتي، وعلى اليمين في بار صغير، وفي الجنينه من ورا حمام سباحه. كويس. واوضه النوم. كفايه. الساعه دلوقتي 2:30 صباحا، لكن لازم نغامر. ننزل شوفها. انا؟ ايوه، اعتبارك عارف عارفاك. حاضر.
حصل ايه؟ مفيش حد جوه. وبعدين؟ مش عارف. الظاهر ان كلامي كان في محله، ودي لعبه منك. صدقني يا استاذ حازم مش لعبه، انا بقول الحقيقه. طب دي العربيه بتاعتها. اتصرف معاها عادي جدا، انا هستخبى هنا. مساء الخير يا مدام. مين؟ انت؟ ايوه، الحمد لله انك لسه فاكراني. عاوز حاجه؟ الله، انت مش عارفه اللي حصل لي ولا ايه؟ قريت في الجرايد انك قتلت واحده ست وان اتقبض عليك من مده. ايوه، والنهارده اتحكم عليا بالاعدام وهربت. وانا هعمل لك ايه؟ هتعملي كتير يا ست هانم. ليله الست دي ما اتقتلت انا كنت معاكي هنا، وده معناه اني بريء. وعاوز مني ايه دلوقتي؟ تشهدي بالحقيقه. حقيقه ايه؟ عاوزني اقول انك كنت بايت عندي عشان تطلع انت براءه واتفضح انا؟ انت عبيط ولا ايه؟ انت احسن لك تمشي دلوقتي حالا والا ايه؟ يا هانم، تطلع مين انت كمان؟ هقول لسيادتك، بس الافضل ان احنا نتكلم جوه. مش هتنام يا اماني؟ انام ازاي قبل ما اطمن على ابيه؟ يعني كنا ناقصين عادل ده كمان؟ انا حاسه انه بريء، وحرام ان بريء يتظلم. اماني اماني، انا كنت عايزه اطمن، اتصرف معاك ازاي واحنا بره؟ يعني هيكون اتصرف ازاي؟ والله يا ابله كان في منتهى الادب والذوق. يعني حضرتك رئيس نيابه وتفتكر يا حضرة رئيس النيابه ان تصرفك ده قانوني؟ يا هانم، انا تهمني الحقيقه. انا جاي عشان معرفوش ولا عمري شفته. معرفوش؟ مدام افتكري، انت بتنسي ولا ايه؟ ده انت كنت فايقه ومسكرانه لما قلت لي تعالى ده البيت بيتك، لما طلعنا فوق. معرفوش. ما تعرفنيش ازاي؟ هو احنا قابلنا بعض في اتوبيس 500؟ انا وانت اتقابلنا على سرير، يعني لازم تكوني عارفاني زي ما انا عارفك. انا مستعد اوصفها لك من جوه، هي ذات نفسها من جوه شكلها ايه؟ انا اخلص. عادل معذور يا هانم، دي حياته. ايوه اعرفه، وكان معايا في نفس الليله اللي الست اتقتلت فيها. سمعت يا حازم بيه؟ طب ليه ما تقدمتيش للشهاده عشان تقولي الحقيقه؟ اديني قلتها اهو. قلتيها متاخره. المطلوب منك تشهدي بكده قدام المحكمه. إيه؟ انت اكيد مجنون. محكمه ايه اللي اشهد قدامها؟ انت مش عارف انا مين ومرات مين؟ ده مش مهم في نظر القانون. انا دريه خطاب. دريه خطاب مرات طلعت مرجان. سمعتي وسمعة جوزي طلعت مرجان. اظن تعرف مين هو طلعت مرجان. اعرف يا مدام، واعرف كمان دي حياه بني ادم. انا قلت انه كان عندي، وانت بقى تقدر تتصرف. انت مش رئيس نيابه؟ دي مسائل قانونيه يا مدام. يعني ايه مش قانونيه؟ اتفضل انت وهو بره قبل ما ارفع سماعه التليفون، وساعتها حاجات كتير قوي هتتغير. كده يلا بينا يا عادل. حازم بيه، دي طلعت مرات طلعت مرجان. ده من سوء حظك. اركب. هتعمل ايه؟ حياتك بقت مسؤوله منك، والعداله ملهاش كبير. الحق حق.
هنعمل ايه يا حازم بيه؟ قدامك هنا في الدرج بلوك نوت وشنطه فيها ظروف. عايزك تكتب لي جواب فيه اعتراف كامل باللي حصل وبالدليل الجديد. واكتب كمان انك خفت تعترف في التحقيق انك كنت مع دريه عشان هي مرات طلعت مرجان. ليه؟ ما اخبيش عليك، انا كنت ناوي اسلمك للبوليس، لكن دلوقتي الوضع اتغير. طول ما انت بره هو ده اللي هيخلي دريه تعترف. مش فاهم. بعدين هتفهم. جوابك ده هو اللي هيخليني اقدر احرك القضيه من جديد. اكتب. على فين؟ المفروض العربيه خسرت وانا نازل اصلحها. اكتب بسرعه. حازم متأخر قوي. اديني مستنية في الفرندا لغاية ما يجوا. تفتكري حازم هيسلمه للبوليس؟ لا. مش عارفة. انتي قلقانة؟ يعني انا خايفة على حازم. أبي طول عمره بيعرف يتصرف. لكن الولد ده قتل قتلة. ما كانش سلم المسدس لأبيه. أنا حسيت إنه ما بيكذبش. بيتهيألي فعلا إنه بريء. الجواب. وجودك عندي خطر عليك وعليا. يعني ايه؟ جايز حد بلغ انك جيت لي. حد زي مين؟ زي دريه مثلا. وجايز قوي طلعت مرجان يكون خد خبر. تفتكر انها؟ اظن احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات. انت الليله دي هتبات في دواسه العربيه. انا بسيبها قدام البيت وبغطيها بغطا قماش. هتفضل فيها لحد الصبح، لحد ما اتصرف والاقي لك مكان تروح فيه. امرك يا حازم بيه. انا صدقتك يا عادل. وانا اوعدك واحلف على المصحف ده اللي هطلب منك اني احتفظ بيه معايا. ليه؟ انا اكتر واحد محتاج له وهحافظ عليه زي ما هحافظ على وعدي ليك. سلمته للبوليس؟ لا. يعني الولد طلع كلامه مظبوط. يعني بريء. طب هو فين؟ يا سوء حظك يا عادل يا عزام. المشنقة قدامك ومرات طلعت مرجان وراك. يا رب يا رب انا غلطت كتير، بس انت عارف اني بريء بريء. يعني اتأكدت انه بريء؟ ايوه، بس في كارثه، مصيبه ما يعلم بيها الا ربنا. ايه هي؟ الست اللي كان بايت عندها تبقى مرات طلعت مرجان. طلعت مرجان؟ ايوه. واعترفت؟ اعترفت، بس انا عارف اعترفت ليه. اكيد كان دم تقيل على قلبها وكانت عايزه تخلص مني عشان تروح تنام. اعترفت عشان مش هاممها حاجه وحاسه انها اكبر من القانون. طب هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي وهي مش عايزه تشهد؟ انا خايف على سمعتها. الولد ده لو مات هكون انا القاتل. تفوت هنا بكره الساعه 9. امر سعادتك.
انت لسه صاحيه؟ يبقى لازم كنت سهرانه بره. ايوه. في حاجه يا دورين؟ لا مفيش. بيتهيألي ان في حاجه حصلت، وطبعا هتقولي لي عليه. زي ايه؟ مفيش حاجه. انا بس اصلي اعصابي تعبانه شويه. انت كنت في المكتب لحد دلوقتي؟ ايوه، شغل كتير، قلت ارحم نفسي شويه. الليله حبت هنا، حاسس اني عايز افضل جنبك. مش عادتك، عمرك ما بيت بره بيتك. وده برضه بيتي يا دريه. قصدي مراتك وولادك. مش تبطلي بقى الحكايه دي. تحت امرك يا طلعت بيه. صباح الخير يا اماني. صباح الخير يا أبلة. ها، في حاجه في الجورنال؟ استر يا رب. أبي صحي؟ اخوكي ما نامش طول الليل، وقام من نجمه يسالني على مفتاح البيت الكبير. صباح الخير. صباح الخير. كويس انك جاهزه عشان تنزلي معايا اوصلك الجامعه. هو حضرتك رايح البيت الكبير؟ ايوه، اصل من يوم المرحومه ما ماتت ما حدش بيطل عليه. يلا بينا يلا. الله، مش هتفطروا؟ انزل في الدواسه. البيت زمانه مطرب، محدش دخله من يوم مرحومه ما توفت. كهرباء كمان مقطوعه. اماني تاخدي عادل معاكي جوه، وانت تستنى هنا في الفيلا، واماني هتشتري لك كل طلباتك، وهتبقى وسيله اتصال بيني وبينك. لو اتغيرت الظروف هبقول لك سيب البيت. انا مش عارف اشكركم ازاي. يلا انزلوا بسرعه. اماني، انا ثقتي باختي كبيره قوي، محدش يعرف الحكايه دي الا انت. حتى محسنه ما تعرفش مكانه. مش عايز حد يحس بحركه في البيت. تخلصي مأموريتك وتروحي كليتك على طول. المهم تصرفاتك تكون طبيعيه. اطمن يا أبي. لازم امشي قبل ما حد يلاحظ حاجه. اشوفك على الغدا. لا، طلعت بيه مش فاضي الحاجات الهايفه دي. صباح الخير. صباح النور. حازم المغربي، رئيس نيابه. اي خدمه؟ عاوز اقابل طلعت بيه. افتكر مفيش موعد سابق. لا مفيش، بس موضوع مهم شويه. تقدر سيادتك تقول لي عليه، وبعد كده ممكن اتصل بسيادتك، لان الحقيقه طلعت بيه مشغول جدا. هو في الحقيقه موضوع سري جدا. يا للدرجه دي؟ تقدر تعتبرها مساله خاصه بطلعت بيه. أنا سمعت عنك وأعرف إنك راجل نيابة ممتاز. اتفضل. متشكر يا فندم. خير؟ أنا جاي لسيادتك في مسألة خطيرة جدا.
مفيش حاجة خطيرة أبدا. كلمة خطيرة احنا بنستعملها كتير ومن غير لزوم. لكن أنا شايف إنها خطيرة. أكيد عند سيادتك فكرة عن عادل عزام. أيوه، الولد بتاع المزيكا اللي اتحكم عليه بالإعدام وهرب. أيوه هو. خايف على حياتك منه؟ مو انت اللي بمهارتك وشدتك وصلته للإعدام. كان ممكن ياخد سجن بس. أنا مش خايف منه عشان قابلته. قابلته؟ وقدم لي الدليل على إنه بريء. قابلته وقدم الدليل على إنه بريء. طب وجاي لنا ليه؟ الدليل ده طلعت بيه أنت طرف فيه. أنا؟ متهم ساعة وقوع جريمة كان موجود في فيلا شهرزاد في مصر الجديدة. وبعدين؟ وقضى ليلة سهران مع دورية هانم. والهانم اعترفت بكده. انت شفتها امتى؟ امبارح بالليل. انت ازاي تدخل بيتي وانت عارف؟ ما كنتش اعرف انه بيت سيادتك. المتهم نفسه ما كانش يعرف. هو ايه المطلوب دلوقتي؟ مطلوب شهادة المدام قدام المحكمة قبل ما اتخذ اي اجراء. لقيت من الافضل اشوف سيادتك. طيب اتفضل انت دلوقتي وانا هبقى اتصل بيك. امرك. فيلا شهرزاد. دورية، أنا جاية دورية النهاردة على الغدا. حازم المغربي رئيس النيابة، مراقبة كاملة، عايز أعرف عنه كل حاجة. معلش البيت مطرب، بقالنا مدة ما جيناش هنا من يوم المرحومة ماما ما. أرحم من الزنزانة. كنت عايشة هنا. أنا والمرحومة بس. لما ماتت قعدت مع أبيه ومراته. وبابا مات قبل ما اتولد. أنا كمان زيك. لكن أمي ماتت وأنا في السجن من كام شهر. حتى الجنازة ما حضرتهاش. بقية في حياتك. يعني إيه؟ أصل في كلام كتير ما بقاش له معنى عندي، زي البقية في حياتك دي. حتى كلمة حياة يمكن يكون معناها غريب بالنسبة لواحد محكوم عليه بالموت. انت مش بتقول انك بريء؟ كلامي أنا ملوش أي أهمية. تأكد ان أبي مادام مقتنع ببراءتك لازم هيساعدك. أخوكي صعبان عليا. أخوكي بيواجه إعصار يا أنسة، موج عالي عالي قوي. عادل، أنا مضطرة أسيبك دلوقتي. عايز حاجة؟ خدمة مش عارف تقدري تعملها لي ولا لأ. يمكن. عايز هدوم. أنا هوصف لك بيت بنت خالي تروحي لها وتجيبي لي هدوم نظيفة. يمكن لما ألبس وأتنضف أحس إني بره السجن. دورية، دورية، حالا الغدا هيكون جاهز. دورية. صحيح الحكاية دي؟ حكاية ايه؟ حكاية الواد بتاع المزيكا. دورية، ردي عليا. انت دايما بتعرف كل حاجة يا طلعت بيه.
يعني صحيح؟ ايوه صحيح. خاينة حقيرة قاتلة هنا في بيتي وعلى سريري. ايوه بس ده مش بيتك وعمره ما كان سريرك وانت عارف كده كويس. ولا اشمعنى دي اللي ما انتش عارفها يا طلعت بيه؟ أنا اللي في السماء، في سابع سماء. واحدة زيك تخلي سمعتي في الأرض، في الطين. انت فاكرني ايه؟ انا بني ادمه، انسانه زيك، زي كل ست في الدنيا، لازم اعيش حياتي. انت كنت جايبني لعب عشان تتسلى بيها، لكن يا حسره لا انت عارف تلعب ولا حتى عارف تتسلى. درية درية، سيبني يا شيخ، انا لازم اعيش حياتي. انت اشتريتني بنفوسك، جبتني هنا بالخوف وبالرعب، بتسيبني بالشهر وبالاتنين وبالتلاته، كل حاجه بتعرفها الا اني انسانه ليا حياه وليا حقوق. دلوقتي جاي بتسالني يا طلعت بيه. درية درية. أؤمر يا طلعت بيه، الجارية تحت أمرك. اسمعي يا درية، انت ما قابلتيش حد وما قلتيش حاجة خالص، ولا تعرفي الولد ده ولا عمرك شفتيه. فاهمة يا درية؟ فاهمة يا درية؟ درية 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 درية. ممكن تستناني 3 دقايق يا اسطى؟ ان كان 3 دقايق ممكن. اتفضلي. دورك كام؟ تالت لو سمحت. تسمحي لي ادخل؟ انا جايه من طرف عادل. حلوان يا اسطى. بسرعة شوية يا اسطى. أول شارع يمين يا اسطى. أماني اتأخرت قوي. انت مش وصلتها جامعة؟ يمكن لسه عندها محاضرات. انا مش شايفة داعي للقلق ده يا حازم، ده انت من الصبح ما حطيتش لقمة في بقك. ماليش نفس. سيادتك مطلوب. مطلوب فين؟ عند طلعت بيه مرجان، وفي عربيه في انتظارك.
شايفة لسه واقفين. انتي غلطتي غلطة كبيرة انك رحتي لقريبته. هالة، انت حلفتي لي انك هتحفظي السر. عيب يا اماني، احنا متربيين سوا ولاد حتة واحدة. طب انا ليا خدمة عندك. الهدوم دي توديها انت لعادل في الفيلا بتاعتنا، وادي المفتاح، وطمنيه. وانا هاخد كام بلوزة من بتوعك واحطهم في لفة زي دي. عندك مانع؟ لا، بس انتي هتعملي ايه؟ هروح. انا خايفة عليك يا اماني. ربنا يستر. خدي بالك يا حبيبتي. ما تخافيش. كل الكلام اللي وصلني عنك كان بيؤكد انك رجل نيابة ممتاز، لكن الظاهر بقى ان دي ما هياش شغلتك يا حازم بيه. تحرياتك المرة دي طلعت فشوش. اقعد، انا لسه ما خلصتش كلامي. ارجوك استريح. انا برضو متحمس للعدالة زيك، حتى لو كان الموضوع يخصني انا. الحكاية دي خدت مني وقت ومجهود كبير، لكن المدام ما عندهاش فكرة عن موضوع الولد ده خالص. طبعا لما تبقى معلوماتها غلط فده بيسبب للناس مشاكل وحرج ويضايقهم، ولا ايه يا حازم بيه؟ يا فندم انا مش عايز كلام كتير. درية ما تهمنيش في اي حاجة اذا كان فعلا اخطأت. درية بالنسبة لي جارية، وطبعا انت عارف ان كل راجل له حياته الخاصة وله نزواته، حتى لو كان طلعت مرجان. لكن درية بريئة، وانا معرفش انت ازاي اختلقت الحكاية دي، او على الاقل صدقت كلام ولد مجرم هربان. يا فندم الولد بيؤكد ان بيؤكد يعني انت بتقابله يا حازم بيه؟ وقابلنا المدام يا طلعت بيه. المدام ما تعرفش حاجة، وحتى لو كانت تعرف فهي برضه ما تعرفش حاجة، وانت بتاع قانون وعارف. انسى بقى الحكاية دي. سيادتك شايف كده يا فندم؟ كان المفروض يكون ليا تصرف تاني معاك يا حازم، لكن انا طيب قوي. انت عارف ان كل ده هيحصل. يا ريت على قد كده وبس. يحصل اللي يحصل، اللي ابتدى السكه لازم يمشيها كلها. وانا طول عمري راجل تهمه العداله، يا انا يا هم. حازم المغربي يا فندم. طلعت بيه، انا بيتي بيتفتش وده اجراء غير قانوني. طلعت بيه، انا ممكن اعمل فضيحه بحقي وحقيقي. انا ممكن اتصل باعلى السلطات دلوقتي حالا. لا ازاي؟ لازم مش تبعي. اديني حد منهم لو سمحت. كلم. حاضر يا فندم. يلا. ولا حاجه، كل شيء وله نهايه. قولي لي، الولد في امان؟ ايوه. وانتي؟ الحمد لله. كويس. خير يا فندم. خير يا اسماعيل. انا قابلت سعاده النائب العام. والنتيجه يا فندم؟ اعمل استدعاء للسيده دريه خطاب للشهاده بناء على جواب عادل عزام اللي بيرشد فيه اليها. هي هيعاد في القضيه. انا عايزها النهارده دلوقتي لو امكن. حالا يا فندم.
مع السلامه. طلعت ضابط بوليس على الباب. افندم، عاوز ايه؟ امر النيابه يا فندم باستدعاء السيده دريه خطاب للشهاده امام السيد حازم المغربي رئيس النيابه. بقى كده. طيب بلغ حازم المغربي ان المدام سافرت اوروبا ومش موجوده. اتفضل. المدام موجوده يا فندم. المدام موجوده، لكن انا بقول سافرت. تبقى سافرت ولا ايه؟ اتفضل يا حضرة الظابط. هتفضلي تلفي بعجلتك قدام الفيلا وانا هدخل لعادل. لو حسيتي باي حاجه زعقتين من المنفخ ده عشان تنبهينا. اتكلي على الله. كله على الله. أنسة أماني. اماني من غير انسه. أنت فين؟ ما تصوريش كنت قلقان قد إيه. قلقان على ايه؟ على كل حاجة، على حازم بيه، على القضية، عليكي. سيادتك مدام دوريه خطاب. هو الاسم مش مكتوب في الباسبور ولا ايه؟ تسمحي تفضلي في المكتب؟ يعني ايه؟ ارجوك يا فندم اتفضلي. ايه اللي انت عملته ده؟ حفرت قبرك بايدك. ازاي تعمل كده؟ اللي انا عملته ده اجراء قانوني، لان في تطور جديد في القضيه. ايه هو؟ جواب بعته المتهم الهربان للنيابه، بيقول فيه انه ما ذكرش اسم الشاهده لانه كان خايف منها ومن سيادتك كمان. كلام فارغ. ايه يعني جواب؟ مهمه النيابه حمايه كل الناس، المفروض ان نتاكد من صحه كل حاجه مهما كانت. بس المدام سافرت. نستدعيها يا طلعت بيه، هي مش مواطنه مصريه برضه؟ انت منعتها من السفر؟ برضه اجراء قانوني كده. طيب يهمني قوي انك تعرف يا سعادة رئيس النيابة اني بخدم القانون والاجراءات القانونية. المقابلة انتهت يا حازم بيه. حلوان كده. عال دي اخبار هتبسط طلعت بيه قوي. لا مفيش داعي لاي اجراء لغايه ما نعرف راي طلعت بيه. طبعا هروب الولد ده اصبح مشكله كبيره بالنسبه لكم. لا مشكله ولا حاجه، احنا قدامنا اكتر من خيط بنتتبعه وكلها يومين ثلاثه بالكتير ويقع. مشكله الولد الهربان مش هي المشكله المهمه. الولد انا اقدر اعرف مكانه.
ولو عايز يتقبض عليه فده ممكن، وفي دقايق. تبقى خدمه كبيره يا فندم. لكن ايه المشكله اللي شايف سيادتك انها اهم؟ المشكله ان الولد الهربان بريء، ومعنى انه بريء يعني القاتل الحقيقي البوليس ما عرفش يوصل له. بريء ازاي يا فندم؟ دي المحكمه ادانته. معلوماتي انا انه بريء، يبقى بريء. بس يا ترى تقدر باعتبارك من اكفأ رجال البوليس تلاقي القاتل الحقيقي؟ سيادتك عارف ان الجريمه حصلت من مده طويله، وجايز البحث عن القاتل الجديد ياخد وقت. اذا كان رجالتك مش عارفين يلاقوا القاتل الحقيقي، رجالتي انا يلاقوه في دقايق. يا فندم المقابله انتهت. أول مرة جيت هنا قلت لك إن في حاجات كتيرة في حياتي ما بقالهاش معنى، لكن دلوقتي في حاجات حصلت عمري ما كان ليها معنى في حياتي قبل كده. زي ايه؟ زي حب الناس، السجن مش زنزانة، السجن إن الإنسان يعيش من غير ناس تحبه وتصدقه. انا سعيدة اللي بسمعك بتتكلم كده. وأنا مش عارف إذا كنت سعيد ولا تعيس. خلي عندك امل. في إيه؟ في بكرة. بكرة اكيد احسن من النهاردة. بكرة؟ بكرة دي كلمة كبيرة قوي الواحد زيي. بكرة يعني يوم جديد في حياة جايز تنتهي في لحظة. بكرة يعني الشمس اللي انا حرمت اني اشوفها. بكرة يعني المزيكا اللي بحبها. بكرة يعني الحب اللي عمري ما حسيت بيه. دي هي درية خطاب مرات طلعت مرجان. يبقى انكشفنا. هتعمل ايه؟ قبليها انت وانا ههرب. انا درست البيت وعارف هخرج ازاي. هتروح فين؟ وازاي هنعرف مكانك؟ تأكدي اني هشوفك تاني، وبلغي حازم بيه ان وعدي له زي ما هو. اي خدمة؟ هو فين؟ هو مين؟ عادل عزام. مين عادل عزام؟ المنوزيل الظاهر ما تعرفنيش، بس انا بقى اقدر اقول لك انت مين، ولا ما تحبيش نتعرف؟ تحت امرك، احب اتعرف قوي. ولا اقول لك مفيش داعي، لو ما كانش هرب تاني يبقى قولي له درية خطاب جايه تساعدك، واذا كان هرب يبقى يا حرام. خساره كبيره كبيره قوي. عن اذنك يا مدموزيل. ممكن تقفي علشان نتكلم براحتنا؟ خير يا درية هانم؟ طلعت عارف كل حاجه، وكان عارف انت فين، وكان ممكن يتقبض عليك. وبعدين؟ انا كنت جايه لك علشان قصدك بعتك ليا؟ طلعت هيساعدك على الخروج بره مصر. والتمن؟ تسكت. بعد ما اتكلمت؟ واللي كلمته كمان يسكت. يعني ايه؟ انت في نظر القانون قاتل، يعني المسألة ما تفرقش، واحنا الاتنين رقبتنا في ايد حازم المغربي. احنا الاتنين لا، انا بس اللي رقبتي في ايد عشماوي. يعني بترفض ان اقتل حازم المغربي، مش كده؟ المسألة عاوزة تفكير يا مدام، وكمان عاوزة ضمانات. دي لعبة كبيرة. انا عنيا ليك. اكبر صح. انا هنزل هنا، ولما تمشي ما تبصيش وراكي، وتأكدي اني هشوفك قريب ومعايا الرد.
خير يا اماني؟ ما قدرتش ارجع لوحدي، وكمان ما قدرتش افهمك كل حاجه في التليفون. ارجوك اطلع بسرعه يا ابي. يعني عادل هرب؟ هو ده اللي انا خايفه منه. المشكله ازاي هنلاقيه تاني؟ وهو مش جايز يحصل له حاجه. اللي حصل ده معناه ان طلعت عارف من زمان ان انا مخبيه، بدليل ان دريه جات له وقطعا طلعت بعتها. تقصد ايه؟ طب ليه ما مسكش عادل؟ ليه سابه؟ ليه بعت له دريه؟ بيفكر في ايه بالظبط طلعت مرجان؟ زمان حازم المغربي بيسأل نفسه أسئلة كتير، هيفضل يسأل. انا اللي بسألك، ليه ما مسكتوش؟ انت متأكد انه هيرفض العرض اللي انت عرضته عليه، مش كده؟ جايز. والنتيجة الاول كنا نعرف طريقه، دلوقتي لا. ولا حازم المغربي كمان هيعرف طريقه. يعني الكارت طار من ايد حازم. ومن ايدك يا طلعت بيه؟ بالعكس، انا ايدي طوله في اي مكان طول ما هو بعيد عن حازم المغربي. طلعت بيحاول يجردني من اسلحتي، بس هو ناسي اعتراف عادل المكتوب وناسي دريه كمان. سكت ليه يا ابي؟ اطمني يا دوريه، انا رايح المكتب. طب وعادل؟ ما قلت لي خلاص، خلصنا بقى من عادل. وحازم المغربي؟ يفضل حازم الدور عليه. وانا يا طلعت؟ صحيح. وانت يا دوريه؟ الحمد لله الاجهزه بتاعتنا اتحركت بسرعه لحد ما اضطرت القاتل الحقيقي انه يجي لنا ويسلم نفسه. هو ده؟ ايوه، هو اعترف. ده جهد مشكور يا فندم، وتقدر سيادتك تتفضل دلوقتي. تمنياتي بالتوفيق، ويا ريت الاجراءات تخلص بسرعه عشان الولد البريء التاني. ان شاء الله. مع السلامه. اتفضل يا عادل، اتفضل. قبل ما نفتح المحضر تحب ندردش مع بعض شويه؟ ندردش شويه. انت اسمك ايه؟ سمير حسن عبد الرحيم. تشتغل ايه يا سمير؟ بشتغل موظف. يعني هكون بشتغل ايه؟ ما هو كل الناس موظفين في الحكومة زي حضرتك. مش حضرتك موظف في الحكومة؟ أنا كمان كنت موظف في الحكومة. ايوه انا قصدي نوع الوظيفة. كنت مهندس كهرباء. طيب انت قتلت الست دي؟ ايوه قتلتها. انا اللي قتلتها. دبحتها وشربت من دمها الخاينة. اصلا انا كنت بحبها. كان عندها كم سنة؟ كانت عجوزة. مش شايف انها مسألة غريبة ان شاب زيك يحب واحدة عجوزة؟ ما انا اصل كنت بحبها عشان فلوسها. وقتلتها لما لقيت مفيش منها فايدة. هي كان اسمها ايه؟ روحية. انت متأكد من الاسم؟ طبعا متأكد. بس القتيلة ما كانش اسمها روحية، القتيلة كان اسمها فتحية. انت هتعمل ايه؟ انت هتضرب؟ انا مش هضرب يا ابني، لكن قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ انت لا تعرف القتيلة ولا قتلتها. لا قتلتها. ما قتلتهاش وما تعرفهاش كمان. انت بريء.
اخرج مع السلامه. يا بيه انا مش بريء، انا قتلتها. ارحمني، ده انا قاتل. خلصني بالعذاب اللي انا فيه، انا القاتل. طيب لو قلت لي الحقيقه هريحك. انت ما تعرفش القتيله ولا قتلتها، صح؟ ايوه صح. طب ليه بتقول انك قتلتها؟ يا بيه اعمل معروف. 5 سنين في العذاب، 5 سنين في المعتقل. خلاص بقى مش قادر استحمل. ده السجن بتاع القوادين والقتلة وتجار الحشيش، جنة بالنسبة للمعتقل. لكن اعترافك على نفسك بالباطل كان ممكن يسلمك لحبل المشنقة. كنت هستريح، كنت هستريح من اللي انا فيه. افتح المحضر يا اسماعيل. على كده انت معتقل سياسي؟ منه لله طلعت مرجان. حازم بيه، خلصت القضية مش كده؟ بلغني ان البوليس قبض على القاتل الحقيقي وانه وصلك. واخليت سبيله. ليه؟ من ايام ما كنت في سنه اولى حقوق وانا ما اعرفش غير العدل. اذا كنت انت ظالم فدي حاجه تخصك انت، لكن انا لا يمكن اشاركك اي ظلم. وبقيت لي ضحيه من ضحاياك يعترف زور بالتهمه. والمسكين فرحان عشان هيهرب من عذاب لعذاب اخف شويه. مش انا طلعت بيه. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت مش عارف انك ممكن تخرج من مكتبي على هناك؟ عارف، بس عارف كمان انك مش هتقدر. عادل عزام بره هربان، فضيحتك وفضيحة الدرية في ايده، وعادل حريص عليا قوي. اسمع طلعت بيه، العدالة عايزة شهادة المدام قدام المحكمة، عايزة القاتل الحقيقي، مش واحد زي اللي انت بعتهولي. لحظة يا استاذ حازم، ما بلاش انت، ممكن حد غيرك يتولى القضية. عشان تبقى طبيخ. انا بقول عشان تستريح. انت ليك اخت في الجامعة مش كده؟ مالك ومال اختي؟ ابدا، بس احيانا بتجيلنا تقارير عن بعض الناس، والتقارير دي ساعات بتبقى مضرة. اعمل اللي تعمله، انا مش هسيب القضية دي الا وانا ميت. مش بعيد اموت على ايديك. الحرب بدأت يا حازم، لكن المهم انه بعد الطلقة الاولى الجندي ما يخافش من العدو، ويمكن يقدر يعرفه على حياته. طلعت مرجان ما بقاش يخوف زي الاول. ايه اللي جرالك يا طلعت يا مرجان؟ حتة واد بتاع مزيكا يهزك؟ لا مش هو ده. امال ايه؟ حبك لدرية؟ اللي زي لازم يقتل الحب في قلبه حتى لو قتل درية نفسها. وحازم المغربي، حازم هو العدو الحقيقي، واللي يقدر يحدد عدوه يقدر يكسب المعركة. بس المشكلة انه طراز غريب. الناس فاكرة اني دايما بنتصر عليهم. ابدا، دول هم اللي بيهزموا نفسهم، الخوف اللي جواهم بيهزمهم. حازم ما بيخافش، لكن لازم يخاف، لازم. اماني، عادل انا جيت علشان انفذ وعد الحازم بيه. انت مجنون، البيت اكيد متراقب.
لكن طلعت عمره ما هيشك ان حاجه هنا. عموما انا ماشي حالا، انا جاي اقولك على مكاني عشان لو حبيتي تشوفيني. فين؟ ساعات الواحد يحن لحضن امه حتى لو كانت ميته، وانا مستخبي هناك. هجيلك يا عادل. بالليل، بالنهار لا، بس خليكي صاحيه وخدي بالك من اللي وراكي. العنوان اهو. هجيلك يا عادل. خير يا بيه، سليمة؟ الحمد لله. عالم مستهترة فعلا. انت شفت النمرة؟ للأسف العربية ما عليهاش نمر. الو، اديني رئيس التحرير لو سمحت. قول له حازم المغربي رئيس نيابه. ده تهريج، البلد بقت فوضى. فين الرقابه؟ اتصلت برئيس التحرير المجنون ده. ايوه يا فندم. هو مش عارف انا مين؟ الرقابه صرحت يا فندم. بقى كده تبقى معلوماتي صح يا سعيد. معركه كبيره هتبدا، ما كانتش بدات فعلا. سعيد، احنا قدامنا شغل كتير، وعشان كده حكايه حازم المغربي دي لازم تخلص وبسرعه يا سعيد. حاضر يا فندم. سعيد. ايوه يا فندم. ايه اخبار اماني المغربي؟ اماني، انا اسف، المكان مش مناسب علشان نتقابل فيه، لكن يمكن يكون مناسب علشاني. مش عارف ليه بحس في المكان ده بالامان. يمكن عشان في المكان ده محدش بيسمع ولا بيتكلم. يمكن لانه المكان الوحيد اللي فيه الحقيقه اللي ما تخوفش ابدا. انت بقيت فيلسوف قوي. صحيح يا اماني، هنا محدش خايف من حد، محدش بيجري، محدش بيطارد حد. هنا الموت اللي كلنا خايفين منه، مع انه الحقيقه الوحيده في حياتنا. الحياة احلى من الموت يا عادل. انا مش شايف قدامي الا الموت. ما عادش يفرق عندي ان اكون في البلد وسط الناس او هنا وسط الاموات. الموت جوايا على طول. في ناس عايزاك تعيش. ناس؟ اي ناس؟ طلعت مرجان؟ انا يا عادل. انتي؟ ايوه، لازم تعيش. ليه عاوزاني اعيش؟ لانك لو مت هتموت معاك حاجات كتير انا مؤمنة بيها. طب وانا؟ انا بالنسبه لك ايه يا اماني؟ ده كل الحاجات دي. ساعات كتير لما بيأس وافكر في الموت بشوفك فجأة قدامي، بحس لحظتها انه لا لسه في امل. اماني، تفتكري واحد زيي وفي ظروف زي دي ممكن يحب؟ ايه ده؟ حد كان مراقبك يا اماني؟ مش عارفة. اهرب بسرعه يا ابني، دي الظاهر كارثه. اهرب بسرعة يا عادل. طب وانتي؟ مالكش دعوة بيا، اهرب اهرب. انت يا بنتي اجري من السكه دي، اجري. ايه زفتاوي، في ايه؟ طلعت بيه طلبك عنده حالا. دلوقتي؟ حالا، والعربيه بره. امال فين العربيه؟ حالا.
الحمد لله جت سليمه. طلعت بيه عاوز يخلص علينا كلنا، احنا لازم نهرب. بعدين هقول لك. تقدري تجري؟ احاول. طب يلا بينا بسرعه، يلا. فين اماني؟ اماني المغربي؟ فين اماني؟ هو جرى ايه؟ مالها اماني؟ اماني اختفت يا طلعت بيه. البوليس جهة اختصاص، سعادتك تبلغ البوليس. بلغت البوليس ومباحث وسألت المستشفيات وكل جهة ممكن تكون فيها، ما فضلش الا انت. انا ماليش دخل بالمسائل دي. فين امان يا طلعت بيه؟ اهدى يا استاذ حازم، المواقف اللي زي دي عايزه هدوء. نفكر سوا بهدوء عشان نوصل لحل. يعني انت عارف يا فين؟ انا اللي عايز اعرفه حاجه واحده بس، ايه علاقه اختك بالواد المجرم الهربان عادل عزام؟ يبقى انت اللي ايه؟ ارجوك بلاش نلعب مع بعض لعبه الذكاء، اصلها خطيره قوي يا حازم بيه. اختك اعترفت انك كنت متستر على مجرم هارب، وانك كنت مخبيه عندك في فيلا العيله في حلوان، وطبعا بصفتك رئيس نيابه تعلم ان ده غير قانوني. اماني اعترفت لمين يا طلعت بيه؟ مش هي دي القضيه. الاعتراف مكتوب ومسجل، وفي ثواني يكون في ايد البوليس، قصدي جهه الاختصاص. ده اذا ما... فين اماني؟ اماني بخير وهتشوفها، بس قبل كده ننهي الموضوع ده بقى. يعني ايه؟ عادل عزام يسلم نفسه، وحكايه الجواب اللي بعتهولك ده مفيش داعي له، وسيادتك تسيب القضيه، ويا دار ما دخلك شر. فين اماني يا طلعت؟ اماني عملتوا فيها ايه يا مجرمين يا سفله؟ ولا حاجه، تلاقي بس اعصابها تعبانه شويه، بكره تروق وتبقى عالي. اماني 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 تقدر تاخد اختك وتروح يا حازم بيه، بس بكره الصبح انا في انتظار ردك، وبكره غير النهارده. جمهورية جمهورية، اقرا جمهورية، اخبار مهمة يا بيه. جمهورية جمهورية. اخبار مهمة لمين؟ كل حاجة انتهت يا حازم، الموج عالي قوي، الموج هيغرقنا كلنا. كفاية اللي ضاع، كفاية اللي حصل لحد دلوقتي. مفيش امان، مفيش قانون، مفيش عدالة. الموج العالي اقوى من كل شيء. حازم بيه، انا اضطريت استناك هنا لان وجودك مطلوب. انا عارف. ضروري تيجي معايا دلوقتي لان في مفاجأة حصلت. ما عادش في مفاجآت. بالعكس يا حازم بيه، الموقف اتغير. كلاب اغبياء، الرصاصه لما تطيش بتطول عمر واحد وبتأثر اعمار كتير. ايه يعني ايه دوريه ما ماتتش؟ يعني ايه هربت يا كلاب؟
انا هعرف ازاي اتصرف معاكم. ايوه يا سعيد. ايه؟ امتى؟ طيب انا جاي المكتب. عادل والمدام جم لحد عندنا وطلبوا يسلموا نفسهم، والمدام طالبه تدلي باقوالها. أنا تحت أمرك يا فندم. أنا هعترف بكل شيء. حازم بيه، خليه معاك. اكتب يا اسماعيل. ايه يا سعيد؟ ايه اللي حصل؟ كل شيء انتهى طلعت بيه. يعني ايه؟ في ناس منتظرين سعادتك جوه. ناس؟ انتم مين؟ ومين اذن لكم تدخلوا مكتبي؟ سيادتك مطلوب تيجي معانا يا فندم. يعني ايه؟ اعتقال؟ الكلمة دي اتغيرت يا فندم، في أمر بالقبض عليك. أمر قانوني، وما تخافش، النهارده يا سيد طلعت مش زي امبارح. حضرات المستشارين، تلك هي كافة التفاصيل، تفاصيل القضية أو تفاصيل المهزلة. وها هي ذي الشاهدة أمامكم، وأمامكم أيضا عادل عزام المتهم البريء. ويكفيني دليلا على براءة عادل اعتراف السيدة درية خطاب أمام عدالتكم إن حكمكم العادل في هذه القضية لن يكون تبريئا لساحة المتهم، ولكنه سيكون انتصارا للعدالة لسيادة القانون. مبروك يا عادل. مبروك يا علي. الله يبارك فيك.